بصراحة ده من اجمل السندوتشات اللي بحب قوي اكلها من بره. قررت النهاردة ان انا هعملها في البيت باسهل والذ طريقة. طالعة خطير ويجنن. البيج ماك تشيكن، يلا نشوف عملناه ازاي. اول حاجة معايا صدرين من الدجاج، فرمتهم في الكبة ناعم جدا لبهاراتي ملح وفلفل بابريكا توم بودرة وبصل بودرة. بس بقلب الفراخ بتاعتي مع البهارات بتاعتي يدوبوا كده مع بعض ويتعجن كده عجينة خفيفة. بعجنها طبعا بايدي او بالشوكة زي ما احنا عايزين لحد ما يوصل للقوام اللذيذ ده. بعد كده بشكلها، احاول على قد ما اقدر اني اعملها برجر. انا حاولت بصراحة وطلع معايا بالمنظر ده. كده انا خلصت الكمية بتاعتي كلها. صدرين من الدجاج عمل لي 4 قطع من البرجر. الخطوة دي ممكن تعمليها وانتي بتشكلي البرجر، يعني تدهني ايدك زيت وتشكليه برجر، او لما تخلصي ترشي كده عليه رشة كده من الزيت. بغطيها بالكرينج فيل وبسيبها بقى في التلاجة كده 3 ساعات ولا حاجة. نيجي بقى لصوص البيج ماك. معايا كاتشب ومايونيز ومستردة، صوص منه معلقة كبيرة، بهاراتي ملح وفلفل توم بودرة وبصل بودرة. بس كده بديها كده تقليبة بسيطة. ده يا جماعة الخيار اللي خللناه مع بعض، شايفين ازاي طلع لذيذ قوي. بقطعه كده كيوبس صغيرة وبقلبه مع الصوص. كده صوص البيج ماك بقى جاهز معايا. معايا كوباية من الدقيق، معايا برضو ملح وفلفل وبابريكا وتوم بودرة وبصل بودرة. البهارات دي يا جماعة اساس وصفتنا النهاردة، مش هنستعمل بهارات تاني. ومعايا كده كوباية من المية، بقلبها كده لحد ما الصوص بتاعي يبقى مش تقيل قوي بس يبقى تقيل برضو، يعني ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. كوباية برضو من الدقيق وملح وفلفل وبابريكا بس. طبعا البرجر بتاعي ارتاح في التلاجة لمدة 3 ساعات. ببتدي كده اني اطلعه يبقى كده متماسك معايا. بحطه في الدقيق الاول وبعد كده بحطه في الدريسنج اللي احنا عملناه بالدقيق. نكون مجهزين الزيت بتاعنا يا جماعه، اهم حاجه يكون غزير جدا. ببتدي كده اني انزل واحده واحده بالبرجر. لما بنزل بالبرجر ببتدي كده اني اوطي النار تدريجيا بحيث ان هو ما يتحرقش وما يستواش من جوه، يبقى كده سواه مظبوط. قعد معايا بالظبط 15 دقيقه. شايفين اخد اللون الذهبي الجميل ازاي، نفس الوقت مستوي جدا من جوه. معايا بقى العيش الكايزر، بقسمه كده من النص بالمنظر ده. ببتدي كده اني اطلع البرجر على ورق المطبخ بتاعي يرتاح. الخطوة الجاية دي اختياري بس بتخلي طعم الساندوتش في حتة تانية. بجيب كده حتة من الزبدة وبنزل العيش الكايزر فيه، ياخد كده ريحة الزبدة ونص تحميصة بالمنظر ده على نار طبعا واطية جدا وفي طاسة غير ملاصقة. بعمل الخطوة دي لحد ما الكمية بتاعتي كلها تخلص. بجيب العيش بتاعي ببتدي كده اني ادهنه من تحت صوص البيج ماك اللي احنا عملناه مع بعض، عليه كده شوية من الخس. طبعا ممكن ان احنا نضيف خيار مخلل زيادة او نضيف بصل مثلا، او ممكن كمان نضيف حلقات من الطماطم اللي احنا عايزينه. انا عملته بالطريقة دي. بعد ما حطيت الخس حطيت البرجر بتاعي عليه صوص البيج ماك، عليه قطعة تانية من العيش الكايزر بتاعي، خس وبرجر وصوص. وبس كده الساندوتش بتاعي يا جماعة عملته دبل بالمنظر ده. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، جربوه وبألف هنا.